رقيب عايز اقوله صغير جدا، يعني حتى يمكن احد صفحات الفيسبوك انا داخل عندها فان، يعني عشان هي صفحه دمها خفيف، قالت اكيد هتكلم عن الموضوع ده النهارده. اسمحوا لي اتكلم عن الموضوع ده النهارده. أه ببساطه مطلقه دي كانت مكالمه تليفون، عشان النهارده صحفيين مصر كلهم بيكلموني، وانا بعتذر للي ما ردتش على تليفوناتي النهارده. يعني مكالمه تليفون في حلقه من الحلقات، والبنت اللي اتكلمت دي القصه طبعا انتوا سمعتوها على الفيسبوك كلكم. انا بحترمها جدا وبكن لها كل احترام وتقدير. ليه؟ لانها غلطت واعترفت انها غلطت، ومن نفسها بدون ما حد يقول لها اعملي الصح، هي اللي قررت انها تبعد عن السكه الغلط وتمشي في سكه صح وتشقى وتتعب علشان تربي اخواتها. لما نيجي نفكر البنت دي عملت ليه كده؟ علشان الجوع، عشان الفقر، عشان الاحتياج، علشان ما كانش عندها اللي يجيب لها اللقمه والدواء بتاع امها. اشتغلت وبعت مناديل في الشارع علشان تجوز اخواتها وجوزتهم، وربنا كرمها واتجوزت. يا ريت القصه دي بدل ما نتريق عليها ونسخر من مشاعر الناس وظروفهم وفقرهم، يا ريت نتعظ، يا ريت نتعلم منها حاجه مش اكتر، بدل من السخريه. لان ما اعتقدش ان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل بالسخريه بالشكل ده. لا نسخر بمشاعر الناس، باحتياج الناس، بفقر الناس. القصه دي كانت في الحلقه دي كانت الحلقه اللي طلع فيها قرار الضبطيه القضائيه للمواطن المصري، وكان في اول الحلقه 11 دقيقه متصله انا ما سكتش فيهم. اتكلمت عن الضبطيه القضائيه، واتكلمت قد ايه القرار ده فاشل وغلط، واتكلمت عن السيد رئيس الوزراء وادائه، واتكلمت عن السيد وزير الداخليه وادائه، واتكلمت عن السيد رئيس الجمهوريه وادائه، واتكلمت عن الرئاسه، واتكلمت عن الاخوان، 11 دقيقه ورا بعض. طبعا كلامي ما يعجبش حد، فالناس بسم الله ما شاء الله، انا ما كنتش عارف ان انا لو اتكلمت عن الناس دي هشتهر قوي كده. انا ما كنتش عايز اشتهر قوي كده، انا بقالي 10 سنين شغال كده في هدوء مع نفسي ومبسوط. الناس ما صدقت. ربما يكونوا شباب عادي عايز يشهيص يعني، وربما يكونوا اخواننا دول بيهيصوا كمان. يلا نفرج الناس بقى ان اسامه منير واللي بيكلموه دول ناس وحشه. لا، اللي بيكلموني مش ناس وحشه. مش كل واحد عنده مشكله يبقى انسان وحش. تاني حاجه عايز الفت نظر الناس بس الحاجه ان الفيسبوك النهارده بقى وسيله اعلاميه من اكبر ما يمكن ومن اقوى ما يمكن. حاجات كتيره جدا من حاجه نشوفها في النيوز وفي الاخبار بنشوفها في الفيسبوك، وبنشوفها في التويتر، والاخبار اول باول. فلما النهارده تطلع يعني بوليكه زي بوليكه مكالمه ساره دي علشان تداري على حاجات كتيره حصلت، علشان الناس تبعد عن الناس دي شويه وتروح في اي حته تانية. يا ريت نفوق ونفهم، نعرف الناس دي بتلعبنا ازاي. طب فكروا كده، حصل ايه النهارده؟ شوفوا كده، ارجعوا للنيوز، حصل ايه النهارده وابعتوا لي قولوا لي حصل ايه النهارده. رقيب عايز اقول